السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي. ربنا كده يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الايجابيه اللي بتفتح نفسي. النهارده بقى جايبه لكم وصفه حلوه، ويا سلام بقى لو في حد عندك بقى في الاسره كده ما بياكلش الخضار. من النهارده هتاكليه الخضار وهو اللي هيطلب، يعني هو اللي هيطلب منك تعملي له خضار. اذا كانت بقى كوسه ولا جزر ولا الحاجات اللي في ناس كتير كده مش بيحبوها، هيحبوها بعد الفيديو ده. تعالي بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات لكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. تعالوا بقى النهارده نشوف عملنا ايه. انا هنا عندي جزر وطماطم وبطاطس وبصل وفلفل وطماطم. كمان هحط معلقه ثوم، اي خضار متوفر عندك. كمان التوابل عندي 7 بهارات وفلفل وبابريكا وكركم وكزبرة ناشفة، مرق الدجاج وملح. اي بهارات طبعا انتوا عايزينها. 7 بهارات انا بكتفي بيها اصلا، يعني مش بحب بقى ان انا احط بهارات فراخ، ولا بحب احط توم باودر ولا بصل باودر. هو البابريكا وشويه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسود مع ال7 بهارات اللي انا كنت عاملاها في قلب القناه. هسيب لكم بقى اللينك بتاع الفيديو بتاع ال7 بهارات في صندوق الوصف. هنا بقى عندي الخضار، هبدأ ان انا اقطع الكوسة قطع سميكة كده شوية عشان ما تتهراش، وكمان البطاطس هقطعها مكعبات، والبصل هقطعه شرايح. انا ما بحبش اقطع الخضار بصراحة، يعني قطع صغيرة كده، انا عايزة الخضار يكون ظاهر معايا. وكمان بعمل حساب ان هو حجمه بيقل مع التسوية. طبعا زي ما انا قلتلك اي خضار هينفع معاكي في الوصفة دي. اي خضار اولادك مش بيحبوا ياكلوه في في طبيخ كده عادي، حطيه في قلب الوصفة دي وانتي هتتفاجئي قد ايه هم هياكلوا الخضار. تاني حاجة بقى هجيب الاوراق، طبعا انا غسلها كويس ونقعاها، وهبدأ ان انا اعمل شرايح كده في قلبها. طيب انا كده كده مش عاملة تتبيلة، هعمل شرايح ليه؟ بتاخد برضك من الطعم كده وبيبقى شكلها حلو في التقديم. هحط بقى ملح وفلفل اسود، رشة بسيطة خالص، ملح وفلفل اسود وشوية من ال7 بهارات. وهعمل كده بقى لكل الكمية الاوراق اللي موجودة عندي. طبعا تنفع في الفرخة كلها او الاجنحة او كبد وقوانص. تنفع تعملي اي حاجة، اي جزء في الفرخة في الوصفة دي. انا عندي اساسا شويه الخضار دول بالدنيا كلها، يعني فيهم كميه غذاء مش عايزه اقولك. هنا بقى عندي الصينيه اللي انا هسوي فيها، حطيت معلقه سمنه وشويه زيت، معلقتين زيت، وهبدا ان انا احمر الوراك على الجهتين. انا بحط الوراك على الجهه اللي فيها الجلد ومش بقلبها خالص الا لما اتاكد ان هي خدت لون. ما بحبش ان انا اقلب الفراخ كل شويه. لقيتها احمرت، بقلب بقى ايه الكميه كلها وعلى نار عاليه عشان ما تسرطش ميه. كان عندي يعني ايه كبدتين ونصتين، قلت ما ايه احطهم في قلب الصينيه برضو. تمام كده خدت لون. هبدأ بقى ان انا اشيلها في طبق وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. في نفس الصينيه هنعمل كل حاجه. شويه البهريز بقى اللي نازلين من الفراخ دول في حته تانية. هنا بقى عندي اول حاجه هحطها وهو البصل. هدبله بس حاجة بسيطة كده، وبعد كده ايه نحط بقية الخضار. اللي وصل معايا لحد هنا ونسى يحط اللايك، اتمنى من قلبي ما تبخلوش عليا باللايك. اللايك بس ايه بينفعنا ان هو بيرفع المشاهدة بس شوية، بدل المشاهدات قليلة كده بيزود المشاهدات شوية. هنا بقى هحط الجزر على البصل بعد ما دبل شوية، وبرضك هقلبه حبة كده مع نص كوباية من المية، علشان برضك ايه اي حاجة في الصينية تتشال كده. وبرضك ده طعم نازل من الفراخ، عايزين كل الخضار يتشبع بطعم الفراخ. على نار هادية بقى، نهدي النار بعد ما نشيل الفراخ نهدي النار بقى، كل الكلام ده على نار يعني تحت الوسط بشوية. خلاص كده هجيب بقى بقية الخضار، اللي هي الطماطم مكعبات وفلفل شرايح والكوسة والبطاطس، وهنقلبهم برضو مع ايه بقى التوابل اللي احنا نزلناها دي، اللي هي هقولها تاني: ملح وفلفل اسود وشوية بابريكا، وكمان شوية كركم عشان يديني لون حلو، والسبع بهارات اللي احنا عملناها.
عايزه اقول لكم بقى ان الريحه كانت طالعه مش عايزه اقول لكم. والشكل كان زي ما انتم شايفين كده، انما الطعم رهيب بجد، الطعم جميل قوي. هنا بقى بوريكم التوم اللي انا مخزناه معاكم، هسيب لكم برضو الفيديو في صندوق الوصف، ازاي تخزني التوم ويطلع معاكي اللون الجميل ده، ابيض شمع زي ما هو كده، وبيطلع معايا سلس كده وسهل. خدت بقى ايه معلقه صغيره مع الخضار وبشوحه. خلاص كده بشوح بقى الخضار كله زي ما انت شايفة كده. وهحط بقى هنا كوباية مية، عشان انا عايزة يكون في مرقة، وكمان عشان الخضار يستوي. كده كده الكوسة برضو بتنزل مية، الخضار بينزل مية، بس انا برضو ايه بساعد الامور شوية. احط بقى ايه كوباية مية وعلى نار بقى هادية، وهسيب الفراخ دي بس تاخد غلوة، بس المية اللي انا حاططها كده اسيبها تغلي شوية، وبعد ما تغلي ههدي النار، وهسيب بقى الفراخ مع الخضار على نار هادية هادية خالص كده على البوتاجاز. واغطي عليهم واسيبهم يستووا. بجد الطريقة سهلة وبسيطة، مش بتحتاجي تتبيلة للفراخ ولا اي حاجة. هو في خلال كده ربع ساعة بتكوني مجهزاها، بتسيبيها يعني تجهيز الطبخة كده اقل كمان من ربع ساعة، وتسيبيها بقى تستوي على نار هادية خالص، بغطي عليها. وبعد ما بتحمر بدخلها الفرن. شكلها جميل والصوص بقى اللي نازل منها، اللي هي المرقة اللي نازلة منها، مش عايزة اقول لكم على طعمها وعلى حلاوتها. هي كده استوت معايا زي ما انتوا شايفين، العظم خلاص بان كده من الفراخ. هدخلها بقى ايه على الفرن، مش هحط لها زيت ولا اي حاجه، هي كده كده اصلا فيها الدهون بتاعتها. قبل ما ادخلها الفرن انا هقلبها على الجهه التانية، انا بحب الفراخ تتحمر على الجهتين. اقلبها على الجهه التانية الاول، وبعد كده هدخلها الفرن تتحمر من فوق، وبعد كده هقلبها على الجهه اللي فيها الجلد. هنا كمان كنت عاملة شوية رز معمر كده يستاهلوا بقكم. قلت ايه برضو اصوره لكم كده، ولو انتوا عايزين طريقته ممكن انزله لكم، وكنت منزلاه قبل كده على فكرة على القناة. بعد ما طلع كده انا بحب احط القشطة، يعني انا بحط بقى سمنته وخيره وكل حاجة وهو في الفرن، بس القشطة ما بحبش احطها الا لما بيخرج. وبعد ما بخرجه كده هو بيبقى لونه احمر كده يا جماعة، يعني ما تستغربوش من لونه، هو بيبقى لونه حلو كده من الخير اللي بيبقى فيه. اول لما بيطلع بحط بقى معلقه قشطه محترمه كده وبغطي عليه ومع نفسه. هنا اللي وراك بقى احمرت كده من تحت، هقلبها بقى على الجهه التانية زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تحمر. وزي ما انا قلتلك، ولا بدهنها زيت ولا بدهنها طماطم ولا اي حاجه، هي واخده كده من الصوص اللي تحتها كده، وما شاء الله يعني خدت لون جميل من غير اي حاجه. مش عايزة اقول لكم قد ايه الريحة كانت طالعة، يعني بألف ألف هنا للي هيجرب الفراخ بالطريقة دي. هنا برضو قلت ايه اصورها لكم كده بعد ما خلصت، والرز كمان بعد ما شرب من القشطة بتاعته. بجد بألف هنا للي هيجرب وصفة الفراخ بالخضار. قد ايه بقى لونها واخده لون كده من فوق ومن تحت من غير اي دهان دهناه ولا اي حاجه. وكمان مغذيه، والخضار طالع دايب وطعمه حلو، ومش مهري دايب بمعنى ان هو بيدوب في بقك، يعني مستوي كده وطعمه حلو. والرز برضك عايزه اوريه لكم قد ايه طالع مفلفل وجميل. يعني بألف هنا للي هيجرب وصفة الفراخ. وكمان الرز المعمر كنت منزلاه على القناة، يعني اللي عايز طريقة الرز المعمر بتاعي هيلاقي الفيديو في قلب القناة. هنا بقى خلاص وصلنا لآخر الفيديو، استنونا الفيديو الجاي، وفي رعاية الله. مع السلامة يا اخواتي، سلام.